السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا أكثر من سنتين ما حطينا حتى فيديو في القناة، وهذا كان لأنه كنت شوية منهمك في أعمال أخرى، ولكن رجعنا لكم بسلسلة جديدة إن شاء الله لتعلم اللغة الألمانية، وأيضا رح نحكي عن مواضيع أخرى تخص العيش هنا في ألمانيا، معلومات تهم الناس اللي مقيمة هنا في ألمانيا أو الناس اللي تفكر أصلا في الهجرة إلى ألمانيا. موضوعنا اليوم مهم ومهم جدا، وماذا بيا تسمعوه من الأول للآخر. الموضوع بكل بساطة كيفاش نقدر نتعلم اللغة الألمانية بأسهل الطرق، وشنو هي الأشياء اللي تخليني نتعلم اللغة الألمانية في وقت قصير. لأنه كما تلاحظوا كاين ناس يتعلموها في 6 أشهر، وكاين ناس يتعلموها في سنة، وكاين ناس يتعلموها في 3 سنوات. هنايا راه كاين سر بسيط جدا اللي راح نذكره في هذا الفيديو، هي نقاط لو تبعتها راح تتعلم الألمانية في أقصر مدة ممكنة. أكبر مشكلة تصادف اللي يحبوا يتعلموا اللغة الألمانية من البداية هي مشكلة أنه اللغة الألمانية لغة غير مرحبة بالناس اللي يحبوا يتعلموها. أنت لما تسمع اللغة الإسبانية بوينوس نوتشيس تسمع كلام جميل، أو تسمع اللغة الإيطالية تسمع بوناسيرا، تسمع لغة جميلة، لغة ترحب بك، لغة تعطيك قابلية لأنك تتعلمها. ولكن مشكلة اللغة الألمانية أنك لما تسمعها، وخاصة من الشعب الألماني اللي يكون عنده صوت خاشن ويقول لك كرانكن شفيستا أنت لما تسمع هذه الكلمة تصاب بالفزع، تقول ما هذه اللغة، هذه لغة صعبة ولن أتعلمها. إذا تخطيت هذه النقطة وأمنت أنه اللغة الألمانية ما هيش لغة صعبة، اللغة الألمانية نطقها يكون غريب في الأول، ولكن مع الوقت راح توالف هذا النطق وراح تولي تكتشف أنها لغة سهلة وسهلة جدا. ما تقولش أنا ما نقدرش نتعلم اللغة الألمانية، هنا راك توقفت من البداية، لازمك تعطي لها فرصتها باش تتعلمها. اللغة الألمانية مثل كل اللغات ما تقدرش تتعلمها بدون أنك تقرأ القواعد بتاعها. وهنا راح نطيحوا في واحد المشكلة. هناك الكثير من الناس في مختلف دول العالم أو هنا في ألمانيا يقول لك يا مالك أنا عندي مستوى B1 B1 في اللغة الألمانية، ولكن ما نعرفش نحكي في الشارع. اللغة الألمانية عندها شقين، لازمك تدرس القواعد، وما تنتظرش لما تكون تعرف القواعد أنك راح تولي تعلمت اللغة الألمانية. لا، أنت تعلمت القواعد، وهذا الشيء راح تلقاه كي تبدأ في النقطة الثانية اللي نحكيو عليها، واللي هي نقطة البراتيك أو نقطة ممارسة اللغة الألمانية. أنت أول شيء راح تتعلم قواعد اللغة الألمانية، هي الأولى تتعلمها بالورقة والقلم، ورانا درنا دروس في الحلقات السابقة عن بعض القواعد والقوانين في اللغة الألمانية، وراح نزيدو ندير لكم إن شاء الله قواعد أخرى. ولكن هذه القواعد لما تتعلمهم، أنا أعرف أنك ما راكش راح تولي تحكي لغة ألمانية. هذه المشكلة يواجهها الكثير من الناس، يقول لك أنا نعرف نحكي القواعد، نعرفهم قواعد اللغة الألمانية، ولكن أنا ما نعرفش نحكي لغة ألمانية، نخرج للشارع ما نعرفش نحكي مع الناس. هنا أنت تتعلم القواعد وتحطها كحقيبة فوق الظهر، وتبدأ تتعلم النطق وتبدأ تتعلم الممارسة في الشارع. أهم نقطة أيضا في تعلم اللغة الألمانية، اللغة الألمانية ما يمكنش تتعلمها بالممارسة فقط، وما يمكنش تتعلمها بالدراسة فقط، لأنه الكثير من الناس عندهم مستوى عالي في اللغة الألمانية B1 C1. هنالك ناس درست اللغة الألمانية لمستويات عالية جدا، ولكن ما يقدرش يفتح حوار. وهنالك ناس عندهم 10 سنوات 13 سنة في ألمانيا يقدر يفتح حوار مع الناس، ولكن كلامه كله خاطئ. لهنا النصيحة اللي راح تكون واللي تكون مهمة جدا هو أنه نحاول نمزجوا بين الممارسة ودراسة اللغة الألمانية. ونقطة مهمة جدا، إذا أنت عندك مستوى عالي في اللغة الألمانية B1 ولقيت روحك مازال وصلت شفت أنه أنت ما تقدرش تحكي اللغة الألمانية، ما تخافش، لأنه الشيء اللي تعلمته في القواعد هذاك راهو حقيبة. وحقيبة نكلموها احنا نقولوا لها باللغة العربية الفصحى بنك للكلمات. انت راح عندك بنك معلومات، عندك بنك من القواعد اللغة الألمانية اللي راح تلقاها عندما تخرج وتتعلم الحوار في الشارع. أول شيء نتعلموا اللغة الألمانية بالورقة والقلم. ومن ما نصاب لما لا يجب أن تصاب بالإحباط، تقول أنا كيف أنا الآن تعلمت اللغة الألمانية وما رانيش نقدر نهدرها في الشارع. هذا ما راهوش مشكل، لأنه أنت الشيء اللي تعلمته راك تعلمته، وهذا الشيء راح ينفعك لاحقا عندما تبدأ في العيش في ألمانيا وتحاور الناس. راح تجيك واحد السهولة جدا في تعلم اللغة الألمانية، راح تتعلمها بواحد الطريقة أنت ما تشعرش أنك قاعد تتعلم في اللغة الألمانية. وهذا لأنه عندك سوابق
تعلمت فيهم اللغة الألمانية وتعلمت القواعد الألمانية. أهم نقطة وأهم نقطة، هذه النقطة لا طبقتها راح تتعلم اللغة الألمانية، وإذا ما طبقتهاش راح تكون عندك صعوبة كبيرة في تعلم اللغة الألمانية، وهي الحياء من الحديث باللغة الألمانية، الخوف من الحديث باللغة الألمانية. هنالك ناس يخاف أنه يمارس اللغة الألمانية. لازم تنحي حاجة اسمها الخوف من الحديث باللغة الألمانية أو الخوف من الخطأ. هو المشكلة مشكلة خوف من الخطأ. يقول لك أنا سوف أنطق، ربما سوف أنطقها غلط، ربما سوف يضحكون علي. اترك الخلق للخالق، تحدث مثل ما تعرف، تحدث بكل الطرق. الألمان هنا يفرحون جدا عندما يعرفون أنك تحاول الحديث باللغة الألمانية، شيء مفرح جدا، كأنك أنت في بلدك في الجزائر أو في تونس أو في المغرب أو في فلسطين أو في أي دولة عربية، ويجيك إنسان ألماني ويقول لك السلام عليكم أنا أتحدث لغة عربية. هو يتحدث لغة عربية ركيكة جدا، ولكن أنت فرحان، يعني سبحان الله هو يتحدث لغتي. نفس الشيء هنا في ألمانيا، الناس لما يسمعوك تحاول أنك تتعلم اللغة الألمانية وتحاول أنك تتحدث باللغة الألمانية راح يشجعوك. النقطة الوحيدة فقط اللي راح تواجهكم هنا في ألمانيا هي عقدة لا أعرف سببها، الأجانب. هناك بعض الأجانب يعني مش يشجعوكش على تعلم اللغة الألمانية. هنالك البعض منهم بدافع الغيرة، لأنه ربما عنده 15 سنة في ألمانيا وأنت تقول له أنا عندي سنتين، ويلاحظ أنه مستواك ليس بعيد جدا عن مستواه، ربما أنت أحسن في بعض من الأشياء. هو يعني بدافع الغيرة يعني يحب يصعب لك الأمور، يقول لك لا أنت مستواك ضعيف، لازم 4 سنوات، لازم 5 سنوات. لا، هذا الشيء ما تسمعوش. كي تحب تعرف مستواك في اللغة الألمانية اسأل ألماني. الألماني عمره ما راح يقول لك لغتك ليست جيدة، دائما راح يقول لك برافو برافو واصل. الأشخاص اللي تعلموا اللغة الألمانية في مدة 6 أشهر أو 7 أشهر أو 5 أشهر أو سنة، هاد الأشخاص ما همش أذكياء أكثر منكم. هاد الأشخاص كان عندهم سر، وهو أنهم يعني عاشوا مع ناس يحكيوا اللغة الألمانية. اللي عايش مع زوجة يعني مقيم مع مرأة ألمانية، أو هي عندها زوجها يعني جزائري مغربي ولكن يتحدث فقط اللغة الألمانية، هذا الناس راح يتعلموا اللغة الألمانية بسرعة أكبر، لأنه ما عندوش فرصة باش يحكي اللغة العربية. باش يفسر أي شغلة يعني في المنزل لازم يحكيها باللغة الألمانية. ولذلك نصيحتي الوحيدة اللي نقدر ننصحها لكم بهذا الخصوص، أنا ما نقدرش نقول لك روح تزوج بوحدة ألمانية أو عيشي مع شخص يتحدث اللغة الألمانية، ولكن نقدر نعطيكم نصيحة. إذا أنتم تعيشون مثلا مع ناس، يعني أنت يعني لهنا ستودنت يعني تقرأ تدرس وعندك صديقك آخر يدرس، حاولوا أنكم تتواصلوا باللغة الألمانية قدر الممكن في المنزل. شغلة ثانية، هاتفك النقال أو التلفاز عمره ما يكون بلغة أخرى غير اللغة الألمانية. تعرف أنه الهاتف تاعك كي يكون مبرمجه باللغة الألمانية، أنت تعرف مسبقا أنه كل شيء عنده اسم، وانت اعتدت على هذيك الأسماء، يعني أنت تعرف مسبقا ما هذا وما هذا وما هذا. راح يصيروا باللغة الألمانية راح تلقى روحك تعلمت كلمات جديدة فقط لأنه الهاتف تاعك مبرمج باللغة الألمانية. يعني راح تحاول تخلي حياتك ألمانية يعني بكل الطرق الممكنة، من جانب الهاتف، من جانب اللابتوب، من جانب التلفاز. راح تحاول أنه مثلا تكون مقيم مع شخص أو تعرف شخص تقول له من فضلك حاول أن تتحدث معي باللغة الألمانية، وخليوا اللغة الأجنبية الثانية اللي هي اللغة العربية في هذا الحال خلوها كلغة يعني تتواصلوا بها فقط لشرح الأمور المستعصية. نروح ثانك لنقطة مهمة جدا ونقطة مضحكة شوية، الرسوم المتحركة. ننصحكم بهذا الرسوم المتحرك، يعني اللي أنا ننصحكم به هو اسمه طوغولينو كما راكم تشوفوا معايا. طوغولينو هدايا هو رسوم متحركة لأطفال 3 سنوات، يعني أطفال لسنهم 3 سنوات، فيه لغة ألمانية جميلة جدا مبسطة جدا، ويديروا حلقات عن الألوان، يديروا حلقات يعني عن شغلات مبسطة جدا راح يخليكم تعلموا اللغة الألمانية. حاولوا أنكم تعودوا تتفرجوا كل الأفلام، هذه نقطة مهمة جدا. حاول أنك تتفرج فيلم أنت شفت الفيلم هذاك مثلا 5-6 مرات، شفت الفيلم لدرجة أنك صرت تعرف الممثل عن ماذا يتحدث الآن. أنت تعرف جيدا الممثل هذا عن ماذا يتحدث الآن، يعني بما أنك تعرف عن ماذا هو يتحدث الآن
ويكون يتحدث في اللغة الألمانية، راح تلقى نفسك تفهم الكلام اللي راهو يقوله، وهذا الشيء راح يخليك انك تتعلم اللغة الألمانية احسن واحسن واحسن. حاول انك دائما تتفرج كل الافلام القديمة اللي شفتها شوفها باللغة الألمانية، ما تروحش تتفرج افلام جديدة، لانه الافلام الجديدة حتى تكون تفهم اللغة الألمانية باش تولي تقدر تتفرجها. دائما كي نتفرج اي فيلم او اي شغلة باللغة الألمانية نخلي الترجمة من تحت باللغة الإنجليزية او العربية اذا كانت متوفرة. يعني خلي نفسك تعيش في جو ألماني جوات المنزل وبرا المنزل، خلي نفسك يعني تتعامل مع اللغة الألمانية أكبر وقت ممكن أنك تتعاطى باللغة الألمانية، وتجنب يعني تكون في جلسات أو تجنب أنك تعمل أصدقاء ليتحدثوا اللغة الأم، لأنه لو أنت جزائري مغربي أو تونسي أو من أي دولة أو من سوريا أو من فلسطين وتتحدث مع أبناء بلدك هو شيء جميل، ولكن راح تبقى في هذاك الجو العربي وما راكش راح تخرج منه، وراح تلقى نفسك تتحدث اللغة العربية دائما وتستعمل اللغة الألمانية في مرات قليلة جدا. حاول أنك تكون صداقات مع ناس ألمان، حاول تكون صداقات مع ناس أجانب أيضا. مثلا أنا جزائري، حبذا لو يكون صديقي من إيران. لماذا؟ لأنه صديقي الإيراني هو أيضا أجنبي وأنا أجنبي بالنسبة إليه، هو يتحدث الفارسية وأنا أتحدث العربية، يعني لا يمكن أن نتواصل أنا وصديقي الإيراني إلا باللغة الألمانية. سوف تكون لغة ألمانية ربما ركيكة، ولكن راح تساعدوا بعضكم على تعلم اللغة الألمانية. يعني إما تخلي أصدقائك العرب تخليهم يعني هم أصدقائك وتحاولوا أنكم تتحدثوا باللغة الألمانية، أو أنك يكونوا عندك أصدقاء ما يعرفوش يتحدثوا اللغة العربية. حاولوا قدر الإمكان أنكم تكونوا عندكم صداقات مع ناس إما ألمان أو ناس لا يحسنون اللغة العربية، هكذا راح تكون دائما في جو، دائما في تعلم جديد، دائما راح تكون يعني متفتح، ودائما يعني تتعلم كلمة جديدة أنت تتعلم من عنده وهو يتعلم من عندك، ومع الوقت راح تتعلم اللغة الألمانية في أسرع وقت ممكن. هذه هي أهم النصائح اللي عليكم تطبقوها، هي أنكم تكونوا دائما في جو ألماني. خلقوا جو ألماني في المنزل، خلقوا جو ألماني في الأفلام اللي تشوفوها، في نوع البرامج اللي تشوفوها. حاولوا تشوفوا رسوم متحركة للأطفال الصغار لأنه لغتهم تكون مبسطة. حاولوا دائما قبل النوم أنكم تديروا خاتمة للكلمات اللي تعلمتوها جديدة أو الجمل اللي تعلمتوها جديدة، وراجعوها قبل ما ترقدوا، يعني قبل ما تروح للنوم. حاول أنك تقول اليوم تعلمت كلمة جديدة، حاول أنك تراجعها وتعاود تكتبها وتفهمها من بعد باش تروح تنام، لأنه كل يوم كدير حوصلة للكلمات اللي تعلمتها عقلك راح يولي يبرمج نفسه على هذا الشيء بطريقة تلقائية، تولي قبل ما تنام تلقى نفسك يعني تفكر في الكلمات اللي سمعتها اليوم والكلمات اللي تعلمتها اليوم. ودائما نسأل، دائما نسأل، عادي جدا عادي جدا لما يكون شخص يتكلم ويقول كلمة نقاطعه ونقول له مثلا، سورتو لو كان صديق، يعني خاصة إذا كان إنسان صديق ويكون يتكلم أمامك يعني قال كلمة أنت لا تعرفها أو كلمة جديدة عليك، عادي أنه نسأل ما معنى هذه الكلمة، ما معنى هذه الكلمة، لأنه لما تسأل راح تتعلم هذه الكلمة وما راكش راح تنساها، لأنه صار معك موقف خلاك ما تنساش هذه الكلمة. حاولوا دائما أنكم تلقاو شبيه للكلمة الألمانية بالكلمة العربية. بمعنى نعطيكم مثال بسيط، هنالك بعض الكلمات لما تسمعها باللغة الألمانية تلقى أنها تشبه لكلمات أخرى في اللغة العربية. مثلا الهاتف باللغة الألمانية هو الهندي. هندي تفكركم في كلمة هندي، يعني شخص هندي. أنت مثلا تكون جالس وحبيت تتذكر كيف نقولوا الهاتف باللغة الألمانية، نسيت أنا، تتذكر أنه الهندي أنه الهاتف في اللغة الألمانية يشبه كلمة هندي في اللغة الهندية، يعني الشخص الهندي، يعني أنت تربط الهاتف اللي هو الهندي مع الهندي، الشخص الهندي. يعني أنت لما تحاول تتذكر كيف يسموا هذا الجهاز باللغة الألمانية وحدك راح تقول الهاتف عنده علاقة بالهند، هندي. يعني أنت راح تحاول أنك تخلق طريقتك الخاصة في تعلم اللغة الألمانية. راح تلقاو كلمات كثيرة متشابهة مع اللغة العربية وراح تولي تذكركم، هي الكلمة عندها معنى والأخرى عندها معنى، ولكن انت راح تولي تتذكر. يعني صار بينك وبين صديقك حوار وقلت عن الهندي هندي، خلاص انت هذه الكلمة عمرك ولا راح تنساها. وآخر نصيحة اللي نختم بها الفيديو تاع اليوم واللي هي أهم نصيحة، هي أنك تشترك في هذه القناة، قناتي لتعلم اللغة الألمانية. هذا الشيء اللي راح يخليك تتعلم اللغة الألمانية
الألمانية معايا بكل بساطة. راح نحاولوا أنه نديروا لكم دائما دروس مبسطة. أنا الهدف تاعي في هذه القناة هو أنه نبسط اللغة الألمانية ونخليها يعني لغة في متناول الجميع. إذا لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس. وهذا الفيديو راح يكون يعني فيديو بمناسبة السنة الجديدة 2023. إن شاء الله تكون يعني سنة خير عليكم، وإن شاء الله كل شخص يعني ما زال ما تعلمش اللغة الألمانية راح يتعلمها إن شاء الله. وأي شخص عنده يعني أي شيء حب يعمله هنا في ألمانيا إن شاء الله يكون موفق فيه. وراح نكونوا يعني دائما على تواصل. راح نحاول دائما انه نحط لكم حلقات جديده لتعلم اللغه الالمانيه. اليوم درنا حلقه مبسطه جدا فيها معلومات مهمه للكثير من الناس. اما الفيديو القادم راح نكملوا فيه الدروس، وراح نحكيو على اشياء اخرى ودروس اخرى في اللغه الالمانيه. السلام عليكم.